ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير الزمالك أصبح اليوم مع الكابتن محمود عبد الله الشهاب لاعب نادي الزمالك الفتى الأسمر موجود الكرة المصرية في حوار جميل من القلب يجاوب فيه على أسئلة كثيرة تدور في ذهن الجماهير. أهلا بك. كنا عايزين نستفسر من حضرتك على سبب أو عدم الغياب اللي حصل 5 أيام اللي فاتوا. كان في معلومات عامة إن أنت كان عندك نزلة جهد شديدة جدا، دي اللي حاجة ضغط الوقت. والله انا استاذنت من كابتن الحلمي كان راجل بيكلمني كل يوم عن صوتي باين انا عندي برد اصلا لحد دلوقتي. فطبعا الناس خدوها حته ثانيه خالص وقالوا ان انا ما بجيش النادي عشان الموضوع بس ما بيجيش النادي، دخلوا في حته ثانيه خالص بعيد عن اللي انا فيه خالص. فانا بقول انا مستاذن من كابتن الحلمي، كابتن الحلمي طلع قال كده حصل بس وخلاص. وبعد ما خفيت انا رجعت. طيب مجلس الإدارة، أنا طبعا عندي معلومات إن أنت قعدت 5 سنين في نادي الزمالك، كان عقدك 800,000 جنيه. أقل كمان. نظير إن الزمالك تعاقد في الوقت ده مع لعيبة كتير جدا من خارج النادي كانوا بياخدوا أضعاف المبلغ ده. عايزك برضه تفصل لنادي الزمالك، أنت بقالك قد إيه ما خدتش مستحقاتك؟ برضه مسألة تقديم المذكرة دي إن أنت يعني بتفكروا إن أنت طبعا أنا مش حابب أتكلم في المواضيع دي خالص. او ان انا اقدم ورقه على نادي الزمالك في كل الاوقات اللي فاتت دي. وان انا كان عندي صغير قبل كده انا كنت راضي. يعني انا ما طلبتش بتعديل، ما طلبتش ولا عمري طلعت الاداره وقلت لهم انا عايز فلوسي. عمري في حياتي في نادي الزمالك لحد وقتنا هذا انا طلعت الاداره وقلت لهم انا عايز فلوسي او حاجه من دي خالص، او علموني او مش عارف مين بياخد. ماليش دعوه، هو بياخد، هو ربنا كاتب له كده خلاص حاجه. وانا راضي باللي انا باخده وما كنتش باخده. فدلوقتي خلاص هعمل ايه طيب؟ بقالي اكتر من فتره ما باخدش فلوسي. فانا ولا قلت لهم عايز امشي ولا قلت لهم عايز. انا قدمت ولا قلت لهم يا جماعه انا عايز فلوسي لحد يوم 15. فدي حاجه من حقي. يعني لما الناس عملت قبل كده كده، يعني لما انا غلطت واتخانقت مع حسن اتخصم مني فلوس ومشيت. صح؟ في حاجات حصلت في الوقت ده اكتر من اللي انا عملتها بكتير. بس مش هينفع اقولها، الناس ما تعرفهاش اصلا. مش هينفع اقولها. يعني في لعيبه عملت كوارث ومحدش يعرف. ولا عمري هطلع اقول ايه اللي حصل، ولا عقوبات، ولا حد طلع قال، ولا راح الاداره قال حصل كذا كذا. وخد من ده كتير بقى. فعمري ولا قلت يا جماعه طب اشمعنى ده ما عملتوش معاه كده ولا ماشي انا عشان هو فعلا انا راجل زملكاوي فمش هطلع اقول حاجه على بيتي. مش هينفع. بس دلوقتي خلاص طب هعمل ايه؟ الاداره اللي فاتت قلت لهم يا جماعه عقد كبير، طب انا هتنازل على نص عقد لنادي الزمالك. ما خدتش فلوس. الاداره الجديده جت قلت لهم يا جماعه خدوا نص فلوسي بس ادوني نص فلوسي. يعني خدوا نص فلوسي بس اديني نص فلوسي بقى عشان طب هعمل ايه؟ عملت كل حاجه عايزين تاخدوه كلكم مفيش. فالناس تقول لي طب احنا هنقابلك النهارده مفيش، هنقابلك النهارده مفيش. ولا حتى نص الرقم. والناس عشان الناس اللي بتقعد تتكلم عشان الناس طبعا ما يقعدوش يمشوا الحوار على زي ما هم عايزين. ناس من الاداره اللي موجودين دلوقتي بس انا مش هقول اسماء. هم اول ما جم قبل ما يمسكوا في فتره واول ما مسكوا قالوا لي لازم تقدم شكوى في النادي تقول فيها ان انت عايز فلوسك فنخش مجلس اداره اي حاجه تجيلك نروح ماشيين. فانا عمري ما عملت كده في الزمالك. انت رافض رساله ان انت توصل النادي باي شكل. لا هم يعني انا بقول لك الناس من الاداره موجودين دلوقتي هم اللي قالوا لي اعمل كده. حرضوك بس انا عمري ما عملت في الزمالك كده. وكنت قادر اعمل كده زي ما قالوا لي. بس انت رفضت منها. رفضت. فدلوقتي ما يجيش يمشوه على مزاجهم ويقولوا اصله ممدوح ما بيجيش ممدوح او ما بيجيش ده انت طلبت مني كده وانا ما رضيتش. عشان كان حلمي قاعد معايا وانا قلت كان حلمي على فعل الكلام ده قبل كده. وقال انا محتاجك وقلت له خلاص انا معاك. عمري ما اعمل كده. كان في كمان اقاويل اتقالت ان شيكا مش هتقبل التمرين عشان خاطر انت غضبان من تقليل نص العقد. في بص ده انا لاقي له نص عقد. وبرضه ما عملوش حاجه. ولا حتى نص العقد يعني ولا حتى نص واللي بيكلموا اللي انا فلوس كتير عمري ما خدت حاجه من الناس دي. عمري ما خدت حاجه. ده كل ده الوحي العنوان لكن في الواقع مش موجود. بس وانا كمان يعني في عقد ده كمان بالذات عقد ده مزور.
بس انا عشان زملكاوي ما رحتش اتحاد الكوره قلت لهم ده مزور وهم عارفين ان هو مزور. اللاعب بتاع الشباب بس وهم عارفين ان هو مزور ودكتور جلال طلع برازيل. لا وهو طلع الراجل قال مش شباب. طلع قال لك لو انا ايدته بالعقد ده قضيه صح؟ وناس في الاتحاد طلعوا التلفزيون قالوا يا جماعه ده ما ينفعش. وحصلت حاجات ثانيه فالكلام اتغير ووثقوا العقد وده عقد مزور. يعني انا طول السنه ما كنتش ماشي بيه. فازاي هو اللي انا همشي بيه بعد كده في نص ولا بعد السنه مخصوص؟ انا اتكلمت عشان انا زملكاوي. وانا برضه عندي معلومات ان انت في حد كلمك وانت موجود في كاس العالم العسكري البرازيل ان انت تقدم شرط كان زمالك وانت ما رضيتش. حصل عشان انا فعلا زملكاوي. يعني انا عشان ما حدش يطلع يقول بس هو فين الزملكاوي وفين لا انا زملكاوي فعلا. فكل حاجات يعني انا قعدت في الزمالك بعقد مزور وقعدت وخلاص ماشي انا ما عنديش مشكله. بس هو بقى يقوم بالدور اللي عليه بس. كابتن في بعض الترابص الاعلامي عليك تقريبا من الازمه صغيره حتى بتحصل لك بتحصل بضغط عشان انا بلعب في نادي الزمالك. بس يعني هم قصتهم كلها انا بلعب في نادي الزمالك. ولا عشان شخص شغال اللعيب موجود وكده موهبه. لا يعني انا لو كنت في حته ثانيه كان الكلام ده غلط تماما. كان يبقى في دفاع عنك كبير يعني ولا كان هيبقى اصلا في مشاكل خالص. في ناس عملت كوارث ومش حد بيتكلم عادي بتعدي يعني. في بعض الاعلاميين في الفتره الاخيره كانوا قالوا ان شيكا متغير عن التدريب بسبب ان ممدوح بس استاذ ممدوح بس كانوا بيقولوا ما يطلعش النادي عشان مش موجود. طب ما انا طول الفرصين موجود مش يبقى له كده. مش موجود. لعبنا الكاس وشايف ماتشات الكاس وما كانش موجود. فده اي كلام. يعني ما ينفعش اطلع ارد عليه اصلا. ما ينفعش تطلع ترد عليه. يعني في واحد من يومين ولا مش عارف 3 ايام طلع قال بس وممدوح هو اللي قال له. اقول ايه؟ خيال. لو بسمع كده بضحك. متجه على الاهلي لا عمري تمام. طبعا كابتن شيكابالا الزمالك قدر ان هو يحقق بطوله كاس مصر. الجمهور طبعا نادي الزمالك ككيان هو اصلا نادي بطولات، الجمهور بيبقى مستني بطوله. هل الزمالك بالفرقه الموجوده حاليا قادر ان هو يحقق البطولتين؟ هو احنا مش قدامنا غير البطولتين، هو الدوري ودوري ابطال افريقيا. الزمالك بقى قادر بالتيم الموجود دلوقتي سواء التيم او ال 11 لاعب او اللي على الدكه قادرين ان هم يحققوا دوري، قادرين ان هم يحققوا البطوله الحلم الاكبر كبطوله افريقيا؟ احنا بقالنا فتره كبيره جدا الفرق دي ما كانتش موجوده من الزمالك. يعني نوعيه اللعيبه دي ما كانتش موجوده من الزمالك. كنا كلنا بنكمل يعني مع ايه كابتن حسام عسل كنا بنلعب 11 لعيب بس ومعانا 3 بره بس مخالفين. تمام. فدلوقتي احنا معانا فرقه بس بشرط ال 11 لاعب على نفس مستوى الهدف. بس بشرط اللعيبه دي يعني تاخد مستحقاتها عشان انت يعني بس هي دي القصه. طالما انت ما بتديلهمش حاجه ما ينفعش واحد يبقى قاعد في المعسكر وعنده ماتش مهم وناس ثانيه بتكلمه انت عليك شيك مش عارف بكام واحنا عليك شيك مش عارف وانت عليك اسم مش عارف ايه. فلا يمكن هيأدي. لا يمكن. مش هيبقى ذهنيا مش هيبقى مركز في الملعب. في ناس بتبقى كانت الفتره اللي فاتت والله معهمش حق البنزين يجوا التمرين. ما بياخدوش. دي حقيقه. الناس اللي بيلعبوا. لكن كتيم دلوقتي كتيم احنا فرقه محترمه احنا فرقه. كصفقات الزمالك ضمها قادر ان هو ياخد دوري طبعا احنا عارفين ده الدوري اللي هو مش المنافس الاكبر. طبعا قادرين ياخدوا دوري افريقيا الحلم اللي احنا من 2002 مستنيين. احنا في افريقيا دي احنا طلعنا ما صعدناش بالكلام ده. والماتشات الاخيره احنا كان معانا في الاول الثاني. يعني احنا رحنا لعبنا ورونالدو هناك احنا ما كانش موجود احنا مش عارف ما كانش فيه وطلعنا بطولة. يعني لو احنا كنا كاملين فعلا كنا قادرين ان احنا نصعد. ايه رايك في الصفقات؟ كموجود انت دلوقتي لعيب في الملعب مصطفى فتحي كل الناس بتتكلم عليه، اللعيب ده من لعيب كويس هو هيبقى ليه مستقبل ان شاء الله. بس احنا نساعده يعني الفتره الجايه دي ان شاء الله هيبقى كويس. تمام. وفي عرفه وفي احمد علي ومؤمن كل دي فاضل. تمام. اخيرا بقى طبعا انت ككابتن شيكابالا معشوق الجماهير الزملكاويه، عايزين بقى كده توجه قبل ما توجه كلمه. دلوقتي كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انت خدت فتره طويله من الاحتراف في الجول. دلوقتي اللعيبه المصريه عددهم قليل جدا في الجول وده بيبقى عيب
بيواجهنا لما بنقابل منتخبات افريقيه سواء في تصفيات كاس العالم او تصفيات افريقيه. طبعا المنتخبات الافريقيه بيبقى عندها عدد كبير جدا من المحترفين، فاحنا ما بنقدرش نلاقي لا في المستوى ولا في اللياقه البدنيه. تفتكر سبب وجود عدد قليل جدا من اللعيبه المصريه في اوروبا ايه؟ تمسك الانديه بيهم ولا اللعيب المصري ملوش سوق ولا ملوش حظ في الاحتراف؟ هقول على اللعيب المصري لما بيطلع بيبقى كويس. بس احنا عندنا مشكله هنا في الانديه بالذات الانديه الكبيره، لما حد يجي يشتري لعيب من عندهم بيطلبوا ارقام ما ينفعش حد يدفعها في لعيب بيلعب في الدوري المصري، مع احترام الدوري المصري ما ينفعش. لان في لعيبه بره بيشتروها ب 2 مليون يورو ومليون ونص. احنا هنا بنقعد نقول 5 و 6 و 7 مليون. هيجيب لك الارقام دي بعد كده. كمان برضه السوق الافريقيه ارخص بكتير. يعني المقاولين عمل ايه مع محمد صلاح؟ طلعوا حط نسب في العقد ان هو يستفيد منه بعد كده. محمد صلاح دلوقتي ممكن يتباع ب 6 7 8 عادي. دي حقيقه. هي دي الفرق. بس انت ما تجيش من هنا لو المقاولين قال مثلا احنا عايزين 7 مليون والناس هتقول هتسيبه انت بتهزر. هو يعني مثلا زي ما كان بيحصل معايا هنا في النادي. الناس بعتت 3 وناس بعتت 4 مليون يورو وما فيش. لا احنا عايزين 5 مليون. هو ده بيبقى صعوبه ان اللاعب المصري يخرج في اوروبا. بس طب لان انت اذا فكر بيعملوا ايه؟ بتلاقي ناس جايه موجود عندك قاعده في النادي بتتمرن كل ده اختبارات بيبقى كويس خلاص بيبقى موجود. مفيش حد يعني يطلب الارقام اللي احنا بنسمعها دي خالص. فهي دي عندهم الدنيا سهله يعني غير المخاطر. طب انت شايف الحل للازمه دي يبقى ازاي؟ ممكن يبقى مثلا قانون الدوله تعمل قانون للعيب لو جرب ترانسفير. اصل الدوله مالهاش دعوه بالكوره، ما ينفعش نعمل قانون في الكوره. ما ينفعش نعمل قانون. انت دلوقتي لو محمد مريم قال له المدى ان شاء الله يطلع عندنا ربنا يكرمه ان شاء الله. كابتن حلمي عمل ايه؟ وافق. دي حقيقه راجل كلمنا كذا مره انه وافق الفرصه وما عنديش اي مانع خالص بيمشي. بس لما يعني كابتن حلمي راجل محترم وراجل يعني بيعتبرنا زي ولاده. فهو فاهم يعني ايه لما يجي لك حاجه لا تمشي تاخد فرصتك. ولما قالوا عمر خيار قال له فالنسيا روح. يعني ممكن مدرب غيره يقول لك لا ما هي لعبه ما هو حد قال محمد وحش ولا عمر وحش. لا ده جديد جدا وهيفيدونا. بس خلاص هو المستقبل هناك روح. هو ده اللي عمله يعني. وانت بترشح الفكره دي؟ طبعا ترشح لو جت فرصه تلاقي لعيب في الدوري الاوروبي يسيبوش. وبعدين انا عايز اتكلم كمان طالما انت بتقعد لعيب عندك ومش بجد معاك. يعني ليه بتقول له انا هديك كذا وانت اصلا مش هتشتغل سيبه يمشي. وبفلوس مش جاي 2 3 او تحل مشكله الناس اللي عندك. وما ينفعش احنا نطلع نقول لك عايزين نجيب مش عارف مين وعايزين مين. لا ادي اللي عندك الاول بعد كده يعني ما ينفعش انا اجيب جزمه اللي اطلع اجيب لعيب من بره واللعيب اللي عندك اصلا ما بيشتغلش. لان ده كده بيزود ديونك وبيزود مشاكلك. طبعا ده كده واللعيب اللي هيجي بالتاكيد موجود صح؟ طبعا. طب واللي عندك يعني انت شايف ان هو لازم الاول نحل المشاكل دي من جوه. من جوه. نحل مشاكلنا قبل ما نبص بره ان احنا نعمل توازنات او اي حاجه. طب انا عارف ان انت دايما بتحتضن اللعيبه الصغيرين والناشئين. هل عشان انت ناشئ خرجت ناشئ من نادي الزمالك ولا هل ده جواك انت كشباب؟ لا عشان انا طلعت انا طبعا متربي في الزمالك وطلعت لما طلعت اللعيبه الكبيره عملت معايا كده. فانا اتعلمت منهم لازم لما انا ابقى اكبر لا الصغير لازم اساعده عشان يبقى كويس. فاحنا متعودين كده في الزمالك الكبير لازم يساعد الصغير. ودي مش هتلاقيها في اي حته ثانيه. مش هتلاقيها في اي حته ثانيه. يعني هنا اللعيب بيجي نادي الزمالك دي حقيقه يعني. بيتعامل معانا كانه يعرفنا من 100 سنه مثلا حتى لو احنا ما نعرفوش. يعني بيجي اسرع فرقه في اي حته اللي انت تخش فيها. ده تسابق بسرعه. هي دي النقطه. مع ان في ناس قالت بتتهمنا مره ان احنا من العصابات والشباب. لا مفيش الكلام ده. لا مفيش الكلام ده. لا الناس بتتكلم عننا كده او بتحاول تروج عننا كده. هو عشان الزمالك كتير بيقولوا علينا حاجات غلط وبتحصل. بس احنا طبعا مش هننزل لهم النزول ده. يعني خليهم هم يقولوا بس اهم حاجه احنا مع بعض في الاوضه. اسره مع بعضنا. هم يقولوا اللي عايزين يقولوا. يعني كلامهم مش هيفرق معانا. مش هيأثر عليك. اهم حاجه جماهيرنا تبقى تعرف ان احنا فعلا ما فيش الكلام ده وجماهيرنا عارفه كده. اللي يهمنا جماهيرنا. اي حد تاني خلاص.
طيب عايزين نبدا كلمه بالنسبه صعب. جمهور الزمالك يعني انا لو فضلت اتكلم عنه لبكره برضه الكلام مش هيخلص، بس يعني دول حاجه يعني احنا مزعلينهم بقالنا فتره كبيره جدا، والناس برضه بيجوا يشجعونا وبيجوا ورانا في كل حته، بيسافروا معانا في كل حته، فانا بشكرهم وبقول لهم يعني نفسي في يوم من الايام اللي احنا نبسطهم ان شاء الله. انا مشكور ان شاء الله.